الشهيد أكرم إبراهيم عباس. ولد الشهيد أكرم إبراهيم في عام 1956 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، وفي آخر عام للمرحلة الإعدادية التحق بالخدمة العسكرية. واعتقل الشهيد أكرم إبراهيم من قبل النظام البعثي السابق عام 1980 بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد لأقسى أنواع التعذيب، وكان ذوو الشهيد يزوروه في معتقل أبو غريب ونقرة السلمان إلى عام 1986. بعد ذلك انقطعت أخباره إلى ما بعد سقوط نظام البعث السابق عام 2003، حيث ظهر اسمه من ضمن قائمة الشهداء المعدومين الذين وجدوا ضمن المقابر الجماعية.